كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري بخير وبسلام يا رب ان شاء الله، ومصر بخير وامنه ان شاء الله. الفسيخ طبعا اول حاجه طبعا فسيخ بوري، بنختاره من مزرعه نظيفه ومحترمه كويسه، بتاكل مرعى كويس، مرعى نظيف علشان خاطر نضمن جودته. اول حاجه طبعا المرعى النظيف، مزرعه نظيفه كويسه بتاكل اكل كويس تمام التمام. بعد كده ان شاء الله باذن الله ناخد السمك دوت بيقعد حوالي من يومين لثلاث ايام، بيتصفى ميته ودمه ويتشطف بميه نظيفه كويسه، ويقعد حوالي ساعتين ثلاثه يتصفى من ميته تاني. بعد كده بيتحط في براميل خشب صحيه، بيتملح السمك بملح خشن، رق سمك ورق ملح تمام كده. وبعد كده بيتخزن. طبعا نقطه التخزين دي اهم حاجه في قصه الفسيخ كله، هي دي الامان كله. طبعا بترجع لضمير كل واحد بيملح، طبعا ضمير كل محل بيملحه ازاي. بعد ما بيتملح بيقعد حوالي بتاع 15 يوم او 20 يوم في التمليح. بعد كده بنتحكم فيه اذا كان دلع او مالح او وسط، ان هو يقعد في الملح مده اكبر. يعني اللي عايزينه دلع بناخده بعد 10 من 10 ل 15 يوم. بعد كده بتزيد ملح وسط، بعد كده يزيد المده اللي بيقعد فيها في الملح في البرميل، بيقعد اكتر من كده، بيبقى احدق من كده. كده شم النسيم ده من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني من ايام الفراعنه. يعني دي عاده، ومهما كانت بقى غلو اسعار او عدم غلوها، ظروف او غير ظروف، هو شم النسيم ده للمصريين من ايام القدماء المصريين. فبيجي طبعا قبل شم النسيم باسبوع او 10 ايام ولا حاجه، بنبدا ان شاء الله باذن الله كده ايه كشغل. انصح نشتري بس من مكان مضمون، عشان الاكل راحه نفسيه. انا اكل حاجه النهارده العين بتاكل قبل البق، فطبعا انا انقي